معنى كلمة رفاع ودي بتطلق على اليوم اللي بيسبق الصيام مباشرة، ومعناها رفع أو الترفع عن الشهوات الجسدية، خصوصا ان الدارج عندنا ان احنا بنعمل كميات كبيرة من الاكل الفطاري في اليوم ده. وكمان بعض البلاد بتسميها الخلطة، وده بيرجع لاننا بنعمل اكلات مختلفة، اكلات كتيرة فطاري، انواع مختلفة، خلطة كتيرة من الانواع الفطاري في اليوم ده. والكنيسة بتعلمنا ان معنى كلمة رفاع يعني اننا بنرفع الاكل الفطاري بعد الاكل منه من البيت، وبنستعد للاكل الصيامي، وده فيه استعداد روحي ان احنا بنوقف شهوة الجسد، ان احنا بناكلش اللحوم، مش مسموح لنا باكل اللحوم في فترة الصيام. بيمثل لنا زي الجندي في الجيش لما يكون عنده تدريب، بيمسك الحزام بتاعه يربطه وبيلبس الملابس بتاعته كاملة كأنه داخل حرب. احنا كده في الصيام بالظبط، كأننا بنستعد لمعركة روحية شرسة، والسلاح بتاعنا اللي احنا هنستخدمه هو الصوم والصلاة، لان بالصوم والصلاة نقدر نحقق كل حاجة. والصيام والحرمان من الاكل، ان انا اقدر اضبط نفسي ان انا امنع عني الاكل لفترة معينة، ده بيخليني اترفع عن الشهوات الجسدية. وكمان معنى كلمة رفاع في اللغة القبطية معناها حزام او منطقة او استعداد او قيد، يعني انا بحط قيود لحاجات معينة، بستعد لحاجات معينة، بمنع نفسي عن حاجات معينة. كل سنة وانتم طيبين.